من انا وصغير نفسي بهذا الاختراع اللي كنت كل ما احاول اعمله اكل كف. اختراع اليوم من الاختراعات اللي كنت ممنوع اعملها انا وصغير. كنا نروح انا واولاد عمي على الاسطح بيت تيتا نسهر هني. كان عمرنا كل واحد 11 سنه. اكثر من مره حاولنا نعمل مشاوي وكل ما نعمل ما تزبط معنا لانه كان عمرنا كل واحد 11 سنه. فبما انه كانت المشاوي ما تزبط معنا فما لنا غير نعمل اختراع من اختراعاتنا. ومين يحذركم كان يخترع الاختراعات؟ عمر. وكنت كل ما احاول اخترع الاختراعات اعمل شي شغله انكشف فيها. كيف يعني انكشف فيها؟ بما انه نحن بنسهر على اسطوح فكنت كل ما شغل زيت القلي على الحطبات تطلع ريحتهم عند تيتي، وقت كانت تشم ريحه زيت القلي تخاف نعملنا شي حريق فتطلع لعنا وتبهدلنا وتاخذ كل شيء عملناه وتحطه عندها بالبيت. وانا ضل بنفسي هذا الاختراع لهي اللحظه. فاذا انتم مواهبكم الاختراعيه كانت مدفونه وما كانوا اهلكم يخلوكم تعملوها انتم صغار فلازم تتابعوني. وكمان اذا مواهبكم ما مدفونه كمان لازم تتابعوني لانه بقى لي بس 3 متابعين لوصل لل 107,000 متابع. فتابعوني وخلينا نكبر مع بعض اكثر واكثر. وجيبوا شرائح الصدوره هدول لكوهم بالبيض وبعدها بخلطة الطحين، مرة تانية بخلطة البيض ومرة تانية بالطحين ومرة ثالثة بالبيض وآخر مرة بالاندومي المكسر. شوفوا كيف صار شكلها؟ سويتهم كلياتهم بنفس الطريقة ويلا ناخذهم على القلي. وهلا بعد ما طلعوا من القلي شوفوا لي منظرهم ما احلى. وهلا شوفوا طريقة التقديم. شوفوا المنظر ما احلى. يلا ندوق. بسم الله. لازم تجربوا.